واحد من اللي اتضايقوا قوي من البوست ده الزميل ماركو مراد. ارى هذا البوست بشيء من التهكم، يعني يذكر الاهلي العظيم يقول ها وانت لحقت تعرف ايه؟ هو انت لحقت تعرف الاهلي عظيم يقولها زيزو او ما يقولهاش؟ طب والنبي ده اترد عليه تقال له ايه ده؟ ايه ده بقى يعني؟ اسمعوا انتوا ماركو مراد عشان ما اكونش انا ظالم. والله يا ريت ما تسمعوا حد. لا اسمعوا. احمد زيزو، احمد سيد او احمد مصطفى زيزو لاعب الاهلي، قدم اعتذار للجمهور عبر صفحته على انستجرام، وقال في رسالته للجمهور: اعرف ان هذا وقت للشامتين. لا يا سيدي مفيش شامتين ولا حاجه، هم خسرانين، خصوصا انها فرصه لا تاتي كثيرا ولكن لن تتكرر مره اخرى ان شاء الله، ان هم الاهلي يخسر يعني. نعلم اننا قصرنا ولم يكن على قدر طموحاتكم، وقد شعرنا جميعا بالذنب والتقصير. وقال كمان: ما حدث ترك في نفوسنا جرح عميق كما ترك في قلوبكم ألما وغضبا، لكن الفرق العظيمة لا تقاس بما تتعرض له من عثرات بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لا يعرف يوما الاستسلام. انت عرفت منين الكلام ده؟ انت لسه منضم بقالكش اسبوعين يا زيزو. زيزو عايز ياخد اللقطة، عايز ياخد اللقطة والمشهد اللي هو مش أنا النجم بالنسبة لكم فأنا بقول لكم كذا. أعدكم أن هذا التقصير لن يتكرر، وأن المرحلة القادمة ستكون ردا عمليا يليق بكم ويعيد الأهلي إلى موقفه وموقعه الطبيعي في الصدارة، منافسا على كل بطولة ومصدرا للفخر دائما وأبدا. قال لك، اختتم كمان في بيانه، قال لك: ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملك من جهود وعرق لأكون جديرا بهذه الأمانة. نلتقي إن شاء الله في آخر السنة ونحن نحتفل بجميع البطولات. في حد هياخد البيان ده ويقول: إيه ده، الله، ده حاسس بالذنب وحاسس بالموقف وبرافو عليه وبتاع. ده كلام سليم صح، لكن في بعد تاني للمسألة، وهو إن هو مسموح أصلا للعيبة إنها تكتب بيانات على السوشيال ميديا؟ الأهلي اللي أنا عارفه إن هو كان مانع الكتابة على السوشيال ميديا والإيحاءات والإيماءات والصور إياها، كان مانع ده تماما. زيزو ناشر رسالة فيها اعتذار وفيها كذا وكذا يعني أوكي، ولكن لو كل واحد في الفريق عمل بيان زي زيزو، أصل هو الطبيعي إن الوحيد اللي يتكلم هو كابتن الفريق، وبيتكلم في مؤتمر صحفي او حاجه زي كده، بنعتذر واحنا اسفين وهنرجع ده الطبيعي. لكن لو كل لعيب مسك الحديده او مسك الماوس والكيبورد وكتب بيان اعتذار، مش هنخلص. اصل الباقيين هيقول لك: اشمعنى هو؟ يعني اشمعنى انت يا زيزو؟ يعني ما حدش طلب منك انت اعتذار، اشمعنى انت بتعتذر؟ طب ما انا كمان انت بتعلي علينا. طب انا امام عاشور اهو هوب نشر رساله جديده عبر الستوري، عمل ستوري، يلا يا شباب معانا على انستجرام، بيقول لك اثار تفاعل متابعينه بشكل كبير، وكتب امام عاشور: لما تبقى وحش قول انك وحش، لكن لما تبقى كويس سيب الناس هي اللي تقول عليك انك كويس، لكن ما تقولش رايك في نفسك. هل الرساله دي رد على تويتة زيزو او بيان زيزو او مسج زيزو، ولا ردا على ايه؟ انا مش عارف. لو انتوا عندكم تفسير للتويتايه اللي هو لما تبقى وحش قول انك وحش، ولما تبقى كويس سيب الناس هي اللي تتفاخر بيك، ردا بقى على ايه؟ على الخساره بشكل عام من بيراميدز امبارح، ولا ردا على تويته بتاعه زيزو؟ احنا مش عارفين، لكن يقال ان الحاله يعني المزاجيه الجماعيه ما بينهم هما الاثنين ما هياش في افضل. واضح ان الرسالة دي لبست في ماركو أوي بشكل شخصي. أول ما جه الشامتين فين الشامتين؟ مين اللي شمتها؟ الله، أنت حسيت بيه ليه كده؟ ده السوشيال ميديا مليانة شماتة في الأهلي بعد بيراميدز. ليه علقت على دي؟ أنت زي ما يكون بيكلمك وكأنه موجهها لك. هي موجهها له يا أستاذ إبراهيم؟
هو بيتكلم على اي حد شمت. ما انا فاهم طبعا. انما هو ليه خادع على نفسه؟ هو حس انه احد الشامتين. يا كابتن عدلي يا استاذ ابراهيم، ماركو مراد تمامه معروف، ومعروف ان زملكاوي، ومعروف ان توجه البرنامج بتاعه كله ضد النادي الاهلي، ومعروف كرهه للنادي الاهلي، ومعروف انه اعلامي غير محايد، ومعروف كمان ان محدش بيتابع البرنامج بتاعه غير هو وفريق الاعداد بتاع البرنامج، عليه سماجة وعليه تقل دم سبحان الله. ما بطيقش حتى اشاهد دقيقة واحدة من برنامجه، وكله هجوم على النادي الاهلي، وكله تقليل من النادي الاهلي، وكله رفع في شأن نادي الزمالك حتى لما بيخسر من وادي دجلة. حاجة غريبة جدا اللي زي ده يا كابتن عدلي ويا استاذ ابراهيم ويا قناة النادي الاهلي. والله الرد عليه مضيعة للوقت، والله الرد عليه عيب. انت النادي الاهلي اعظم واكبر نادي في افريقيا ببطولاتك وبانجازاتك. ضحكته السخيفة على بيان زيزو، وان عرف منين ان الاهلي نادي عظيم؟ عرف يا استاذ ماركو مش عارف ايه ان النادي الاهلي نادي عظيم ببطولات النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي، بال 12 دوري ابطال افريقيا اللي النادي الاهلي واخدهم، بان النادي الاهلي بيوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا مرتين كل 3 سنين اخر 20 سنة، مقابل ان نادي الزمالك له اكتر من 23 سنة ما خدش دوري أبطال أفريقيا. عرف منين؟ ببطولات الدوري اللي النادي الأهلي واخدها 45 دوري قد الزمالك 3 مرات. عرف منين يا أستاذ ماركو إن النادي الأهلي نادي عظيم ونادي كبير وأكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي في الشرق الأوسط وأكتر نادي عربي وأفريقي معروف في العالم، لكل رؤساء كرة القدم في العالم الكل يعرف النادي الأهلي. لكن يا أستاذ ماركو ما حدش يعرف النادي بتاعك. كفاية بقى يا ماركو تقليل من النادي الاهلي، عمك وسيدك وتاج راسك غصب عنك وغصب عن اي واحد زملكاوي واعلامي زملكاوي بيقلل من اعظم نادي في مصر وفي افريقيا بالارقام وبالبطولات وبالانجازات. احنا بتوع ارقام وبتوع بطولات وبتوع انجازات، مش بتوع كلام فارغ بس، مش بتوع كلام فاضي بس، مش اما نكسبوا ماتشين ورا بعض في الدوري نعملوا احتفال ان احنا خدنا الدوري وان احنا اعظم نادي في الكل. لا، ما عندناش الكلام ده. عشان كده النادي الاهلي عظيم امس وعظيم اليوم وعظيم غدا. رجاء يا استاذ ابراهيم ويا كابتن عدل ما تردوش على الاشكال دي تاني. الاشكال دي لما بترد عليها بتكبر منها. ده ما حدش تبعها، ده ردكوا عليه ده هيشهروا اكتر واكتر. ده البرنامج بتاعه بدل ما بيشاهدوا 3 هيشاهدوا الاف بعد ردكوا عليه وتعليقكوا عليه. رجاء بعد كده ما تردوش على الناس ديت. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.